اكتشف النرجسي اللي في حياتك. ليه بتكلم بمنتهى السعادة عن موضوع زي ده؟ لأنك سعادة انك تكتشف شخص نرجسي في حياتك أكبر من سعادة انك جبت 100% في امتحان الثانوية العامة، لأنك أول حاجة بتكتشف انك ذكي، النقطة الثانية انك بتوصل لنتيجة انك أخيرا قدرت تتحرر من النرجسي. إذا قدرت تكتشف النرجسي هتعرف ازاي تتعامل معاه. وليه بقى مهم انك تكتشف النرجسي اللي في حياتك؟ لانه بمنتهى البساطه اذا ما قدرتش تحدد مين اللي ليل مع نهار بتحتك بيه وهو في الاخر شخص نرجسي، تلاقي حياتك عماله تتسرسب منك، تصحى في الاخر تلاقي نفسك عدم. اكيد سرحت شويه وقلت هو يعني ايه نرجسي؟ وهل ممكن تكون ورده النرجس متورطه في الموضوع؟ في اساطير يونانيه كتير عن الموضوع، واكيد احنا سمعنا واحده او اتنين منهم. الاولى بتقول انه كان في ولد جميل جدا اسمه ناركسس. الولد ده كان معتز بجماله لدرجه لا يمكن تخيلها، واللي تفاصيل كتير في الاسطوره مش محتاجين ان احنا نخوض فيها. في يوم من الايام ناركسس كان ماشي في الغابه وشاف بحيره، شاف انعكاس صورته في الميه. المدهش انه ناركسس وقع في غرام صورته اللي في الميه. في بيقول انه ناركسس فضل قاعد جنب الصوره دي ليل مع نهار لحد ما مات، وفي اللي بيقول انه ناركسس حاول يوصل للصوره دي فوقع في الميه ومات. اما الاسطوره الثانيه انه في نفس المكان اللي مات فيه ناركسس ظهرت نبته النرجس. الغريب بقى انه زراعيا نبته النرجس ما ينفعش تتزرع جنب اي نوع تاني من النبات، لانها ببساطه بتقتل اي نبات يطلع جنبها. جمعت شويه؟ دول النقطتين المحركين في اي شخص نرجسي: حب الذات المبالغ فيه ونسف الاخر. ليه؟ مش مهمتي، اما ازاي نعرف نحدد الاشخاص النرجسيين اللي في حياتنا، هي دي الخطوات عشان تعرف تحدد اي راجل او ست داخلين في حياتك وهم اشخاص نرجسيين. اول نقطة انه الشخص النرجسي بيحب يعمل كل حاجة بنفسه. ليه؟ لانه رقم واحد هو مش واثق في ان اي حد يقدر يعمل الحاجة دي بمنتهى الكفاءة اللي يقدر يعملها هو بنفسه. اتنين، انه بيحب دايما انه يكون مركز القوة معتمد عليه. النقطة الثانية، احساسهم بالذنب شبه منعدم، يعني مستحيل انك تحسس النرجسي بالذنب والموضوع ما يتقلبش عليك، وده لان اصلا بشكل قاطع وحازم يستحيل يجتمع احساس الذنب مع احساس العظمه. 3، هم دايما عارفين ايه الانسب ليك، وعشان كده هم بيبداوا ياخدوا قرارات نيابه عنك، وبيبداوا يختاروا الاشخاص اللي موجودين في حياتك، وده سلاح قوي جدا هنتكلم عليه بعدين. ما بيمشوش بقى على خطط اي حد، يعني يلا نروح الجيم، لا انا عايز اروح البحر. طب يلا نروح البحر، لا انا سمنتي شدت عليا فانا بفكر اروح افكها في البحر. يعني من الاخر اي خطه انت تبقى عايز تعملها نرجسي هيروح يعمل عكسها. النقطه الخطيره ان هم دايما يقارنوك باللي حواليك. شفتي بنت خالتك؟ على فكره البنت اللي قاعده في المكتب جنبك شاطره قوي، مرات سمير بتعمل لسمير سندوتشات كل يوم وانتي ما بتعمليليش ليه؟ الاسئله دي هم عارفين كويس جدا 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 ازاي يسألوها، لانها بتضرب على الوتر الحساس. وعشان كده دايما النرجسيين عندهم اسئله ملهاش اجابات. هو انت ليه بتلبسي ابيض؟ هو انت ليه بتلبسي اسود؟ على فكره اللون الاسود مش حلو علشانك، اللون الابيض بيتخن، اما اللون الاصفر يرمز للغيره، اما اللون الاخضر مش عارفه اللون الاخضر يرمز لايه، بس اكيد هو يرمز لحاجه في قاموس النرجسيين. في ناتشه صغيره في طرف الشميز، ما حدش هياخد باله من الحاجات دي كلها. بالنسبة للنرجسيين الحاجات دي ليها هدف واحد وصريح، هو زعزعة ثقة حضرتك وحضرتك في نفسكم. أما النقطة الأخيرة بقى، فهم دايما لازم يحسوك إنك محتاج مساعدة. يعني في يوم من الأيام لو صحيت مبهدل وشعرك منعكش ووشك منفخ، رد فعل النرجسي: أوه ماي جاد، إحنا لازم نروح لدكتور متخصص في النوم علشان يقول لنا ليه دايما كل يوم لما بتصحي وشك منفخ، شعرك منكوش. على فكرة أنا دايما بلاقي لك حلول لمشاكلك، بس هتيجي تكتشف لما تقعد تفكر انه مش مشكله، ما فيش مشكله، والمشكله ما كانتش موجوده، بالتالي الحل بتاعها مش لازمني. لو جمعت هما بيعملوا ايه في حياتك هتلاقي انك بتتحول تدريجيا لشخص بيغرق في شبر ميه من غيرهم. صح كده؟ خلصت حلقتنا النهارده. لو عايزين تعرفوا ازاي تخرجوا الاشخاص النرجسيين دول من حياتكم اكتبوا لي في الكومنتس. اشوفكم في حلقه جديده من سبوتس.